نزلت عشان اعرف فيه ايه. لا رضيوا يدخلوني ولا يقولوا لي ايه اللي حصل. يا حاج ما يمكن انفجار انبوبه ولا وبور جاز ولا واحد حاجه تقيله على الارض. عمر بيه. صباح الخير يا حاج. صباح الخير يا باشا. انفجار ايه اللي بتقول عليه؟ سعادتك انا صاحب عماره هنا في امبابه، وعندي شقه مأجرها لطلبه بيدرسوا. من كام ساعه كده سمعت صوت انفجار. نزلت عشان اعرف فيه ايه. لا رضيوا يدخلوني ولا يقولوا لي فيه ايه. وسعادتك بقى انا خايف على العماره لا يحصل حاجه لا قدر الله. طب ما يمكن يكون انفجار انبوبه زي ما قال لك الامين. لا لا لا، هو حضرتك هو صوت مكتوم كده شويه، بس مش عارف ده من ايه. فين العماره دي بالظبط يا حاج؟ اتفضل يا باشا، اتفضل. هي دي الشقة يا باشا، هي دي الشقة. أنا معايا المفتاح. اتكلم على المسيره غير ويكون معانا الاستاذ المايسترو. يعني اقول ايه، اتكلمنا عليه كتير ان هو اختراع كده ايه سحري مش موجود منه اليومين دول خلاص ولا هيبقى موجود زيه تاني. محدش يلمس حاجه. تليفون الاستاذ. في البرنامج بتاعي، ومعانا دلوقتي النجمة الجميلة العسولة الحبوبة الشقية. اتفضل يا باشا، دي صور البطايق بتاعت العيال اللي انا مأجر لهم الشقة.
حلو قوي قوي. طب يا حاج احنا متشكرين جدا، تقدر تتفضل انت، بس هتبلغني لو شفت اي حد منهم زي ما اتفقت معاك. تحت امرك يا باشا، بس انا كده معليش اي مشكله. لا يا حاج ما تقلقش، انت كده 100 فل و14. كتر خيرك يا عمي ان انت جيت وبلغت اصلا. شكرا يا باشا. مع السلامه. أنا الرائد عمر الإمام، معاون مباحث الاسم. في حد من العيال دي شفتها النهارده؟ الراجل ده كان هنا من شويه ودخل الطوارئ. فين الطوارئ؟ من هنا سعادتك. ايه ده؟ انت مين وداخل كده ليه؟ لا مؤاخذة يا دكتور معلش. لحظة من فضلك. أنا الرائد عمر الإمام، معاون مباحث الاسم. اهلا وسهلا. الراجل ده كان هنا؟ كان هنا وعنده جرح في ايده، فخرج يعمل اشعه بره المستشفى ورجع تاني. أشكرك. خد يا ابني. ايوه. وريني بطاقتك. معلش، هو مين حضرتك؟ مباحث، اخلص طلع البطاقة. حاضر يا باشا، ثانيه واحده بس. قلت لك امبارح يا باشا، انا يا دوب بحط سلك الشاحن في الفيشه راح مفرقع وقامت حريقه. سلك الشاحن فرقع وقامت حريقة. وسبتوا الشقة ليه يا وفيق؟ مالك صاحبنا اتعور يا باشا، فجرينا بيه على المستشفى، وانا لما شفتك خفت فجريت. ماشي يا وفيق، وانا شاري. كلم بقى زمايلك، ولو حد رد قول له ان انت عايز تقابله ضروري في كافيتيريا العجوزة او كافيتيريا الدقي. ولو الكلام ماشي سكة هتروح، بس لو طلعت بتحور عليا المكالمة مش هيبقى ليها عوزة. لا يا باشا ما بحورش، هتصل حاضر. خد يا حبيبي. افتح السبيكر. بس خلاص اسكت خالص، انا كنت اعمل ايه يعني؟ كده يا وفيق الكلام مش في العدل والحوار شكله شمال. انت بقى هتشرفنا شويه لحد ما نوصل لاصحابك اللي ما بيردوش دول. يا باشا انا قلت لك يا باشا ان انا كنت بحط سلك الشاحن في الفيشه يا باشا وفرق. يا باشا يا باشا انا ما بحورش عليك والله يا باشا. استعجلي تقرير الادله الجنائيه.
الشيخ معتز، في مشكلة حصلت. عرفتوا خدوه على اسم ايه؟ امبابة. الشباب دول توصلاتنا كلها معاهم كانت على الانترنت مش كده؟ مظبوط يا شيخنا. طيب هتاخد تليفونك وتنزل وتتمشى شوية، وأول ما تبعد هتكلمهم هتقول لهم إن إحنا غيرنا الخطة. وهتبقى ايه؟ ما أنت هتكلمني قبل ما تكلمهم عشان أقول لك هتبقى إيه. طيب كان في ضيف جاي لك، تحب استنى لحد ما يوصل؟ تشغلش بالك، يلا أنت عشان ما تتأخرش. لا يا حبيبتي، كل انت. انا بصراحه بعتك دلوقتي وباكل. معلش اصلي هبات النهارده هنا، استفتحت بقضيه شكلها كده هتطول. طب نور هكلمك تاني، باي. مساء الفل يا عمر بيه. اهلا سعيد بيه. ده تقرير الفحص الجنائي. زي سيادتك ما توقعت، البودرة دي فعلا بتستخدم في صنع عبوات متفجرة. مساء الخير يا فندم. العميد شريف زيدان، امن وطني. اهلا وسهلا شيف بيه، اتفضل. اشتغلت في ضيق ارهاب قبل كده يا عمر بيه؟ لا يا فندم. خير؟ لا خير، انا بسأل بس. انا هاخد تليفون الواد والتقرير ده. طيب بعد اذن سعادتك يا فندم، يا ريت عرفت اللي هيحصل. انا مهتم اعرف الموضوع هيخلص على ايه. اكتب لي تليفونك هنا. اتفضل. شاكر يا باشا، بعد اذنك. اتفضل يا شيف بيه، شرفت. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. ادخل. شريف بيه، احنا تابعنا الارقام يا فندم، ولقينا ان الارقام دي كلها موجوده في مكان واحد سيادتك، قهوه في وسط البلد. طب خد لنا اذن بسرعه، خلينا نلحقهم قبل ما يتحركوا. يلا حالا يا باشا. يا شريف بيه. يا عمر، احنا حددنا مكان العيال، قاعدين على قهوه في وسط البلد. فين بالظبط يا فندم؟ تعالى. شفت العيال دي؟ لا والله يا باشا ما شفتهمش. ولا ده؟ ولا ده يا باشا. بص كويس. ولا ده كمان يا باشا. مساء الخير يا شريف بيه. مساء الفل. العيال سحبوا ورموا موبايلاتهم في الزباله. بعد اذنك يا فندم، احنا محتاجين ناخد الكاميرات دي وش. ماشي. اقرب محل موبايلات فين يا ابني؟ اخر الشارع شمال كده يا باشا. هروح ابص بصه. دي اخر ارقام بعتها في الكام ساعة اللي فاتوا يا باشا. صور بطايقهم؟ حاضر. اتفضل يا باشا. جبنا صور العيال، قاموا من على القهوه واتحركوا كده. وانا جبت ارقامهم الجديده. كويس قوي. خالد، شوف العيال دي مكانها فين، وانا هروح القسم اجيب الواد اللي هناك عشان احقق معاه. تمام يا شريف بيه، مفيش وقت. العيال دي لو معاهم ابوات ورموا تليفوناتهم فاكيد حاسين بان في حاجه بتحصل، وده يخليهم ينفذوا في اي لحظه. اول ما توصل لحاجه بلغني يا خالد،
انا رايح مع عمر بالاسم. تعليمات سيادتك. يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ معتصم؟ الحمد لله. اقعد. كله تمام زي ما أمرت يا شيخ. ان شاء الله ربنا يوفقهم في هدفهم الجديد. آمين يا رب العالمين. في حد هنا عايز اعرفك عليه. مين يا شيخ؟ المهندس اللي هينفذ لنا الصواريخ. يا باشمهندس، مش وقت شاي دلوقتي، تعال اعرفك على الشيخ معتصم. تعال. الشيخ معتصم ده انا بعتبره اخويا الصغير، الباشمهندس زياد اللي هيصنع لنا الصواريخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شيخ معتصم. يا ابني ما تتعبنيش معاك. انت ايه التكليفات اللي جايه لكم؟ يا باشا والله العظيم انا ما اعرف حاجه. طب بلاش. العيال اللي كانوا معاك اساميهم ايه؟ تعرف ايه عنهم؟ برضه يا باشا ما اعرفش. يا ابني افهم، انت كده ماشي في سكه غلط. هات من الاخر واتكلم وما تصعبهاش على نفسك. مفيش حاجه تتقال يا باشا. ايوه. انت متاكد؟ طب اقفل. ايه؟ عرفوا مكانهم؟ العيال هنا في محيط الاسم. نعم. توكلنا على الله يا رجاله. اطبعوا لي الصور دي وتتوزع على كل الضباط والعساكر يبصوا حوالين الاسم. تمام. انا هختار اداره المفرقعات واحصلك. ماشي. اخلي الاسم. 10 دقايق بالظبط واعمل كده. وفيق ما تخافش، احنا مش هنسيبك. اثبت يلا! اثبت يلا! على ركبك. ايوه. طلع لي العيال دي على فوق. الحمد لله ان احنا مسكنا العيال دي قبل ما يشغلوا الطايره بتاع تفجير العبوات. لسه الخطر موجود يا فندم، تالتهم لسه ما اتجابش. شباك الحجز فين؟ من هنا. ما قدامناش غير 40 ثانية يا فندم. البلاحة. خلي بالك اهو. يلا بس. خلي بالك. ادخل. صباح الخير يا شبيه. اهلا. صباح الفل يا عمر. عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم. اتفضل. اتفضل سعادتك. خير يا فندم، سعادتك طلبتني. لا، عايز اطمن عليك بس، اشوفك اخدت على الجو ولا لسه. والله بتأقلم. ولو اني يعني بيني وبينك انا اصلي
ماليش في البدل قوي. بحب كده ابقى خفيف خفيف يعني. لا ما تقلقش، كلنا كنا كده في الاول وبعدين تأقلمنا عادي. المهم قول لي، قريت الاعترافات؟ اه يا فندم قريتها، وقريتها كذا مره كمان. الحقيقه انا شايف انه ما فيهاش حاجه، كلامهم كله شبه بعض، وده معناه حاجه من الاتنين، يا اما الكلام حقيقي يا اما هم متفقين عليه. في تقديري الشخصي هم متفقين عليه، خصوصا في كلامهم على اللي اسمه ابو حمزه. عموما احنا كده كده ابو حمزه ده وزعنا صوره على كل الكمائن، وقريب قوي هنجيبه ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. طيب سعادتك تأمرني بأي حاجة تانية؟ لا تمام يا عمر. استاذنك بقى عشان عندي شغل. اتفضل. ربنا معاك. شكرا يا فندم. اقول لك يا شبح. عمر يا باشا. ما تعرفش سواق تاكس متعود يجي هنا مليان شويه وبيلبس نضاره وبشنب؟ سواقين طقوسه كتير قوي يا باشا بالشكل ده. ده يا حبيبي الراجل ده شفته قبل كده؟ هو الباشا مباحث؟ ما تنجز يا ابني، انت هتحقق معايا. شفته ولا ما شفتوش؟ اه يا باشا، ده عم سرور، عارفه يا باشا، ده سواق تاكسي بيجي هنا، بس ده راجل غلبان قوي يا باشا. هو عمل حاجه؟ الاقيه فين بقى عم سرور ده؟ هو ده عم سرور يا باشا اللي بيطوق العربيه هناك ده. تسلم يا ابو الذوق. تحت امرك يا باشا. اتكل على الله. فاضي يا اسطى؟ اه يا باشا اتفضل. على فين يا باشا ان شاء الله؟ الامن الوطني. حاضر يا باشا. قول لي يا عم سرور قبل ما نطلع كده، هو حضرتك تعرفني؟ اه اعرفك. المهم انت بقى تعرف الراجل ده؟ مين ده يا باشا؟ انا والله العظيم ما عملت اي حاجه يا سيدي، وانا قلت لك انت عملت حاجه؟ انا بسالك على الراجل اللي في الصوره، هتقول لي تعرفه منين واسيبك وامشي، ولا توصلني وتطلع معايا؟ لا انا عندي عيال يا باشا عايز اربيها. هشوف تاني معلش بقى. اتفضل يا فندم. الراجل ده كان بعيد عنك وعن السامعين كده، جات له كريزه كلى وانا بس اللي نقلته المستشفى. غير كده يا باشا انا ما اعرفش عنه اي حاجه ولا اعرف ايه حكايته. حلو قوي يا عم سرور. الكلام ده بقى حصل امتى؟ ووديته انهي مستشفى بالظبط؟ الشيخ ابو القاسم رفض يدينا السيفور. ليه؟ يعني بيقول إن المفروض ان انت يا شيخنا تروح له لحد عنده تطلب منه ده بنفسك. وايه كمان؟ لا مفيش. خليك دغري يا معتصم وقول لي قال لك ايه كمان؟ الصراحة يعني قال انك الظاهر نسيت انت مين وهو مين، وضحك المجاهدين عليك سخافة يعني. جهز العربية، احنا هنسافر دلوقتي. اول ما توصل لحاجه بلغني على طول. سلام. هيسالوا في المستشفى، يبصوا على السجلات،
مع اني متاكد ان هم مش هيوصلوا لحاجه. ايه يا ابني؟ رحت فين؟ من ساعة لما سبت سواق التاكسي يا فندم وانا عمال ادور في دماغي كل اللي حصل. بصراحة في حاجة انا مش فاهمها. حاجه ايه؟ دلوقتي احنا قابضين على واحد منهم. ليه رجعوا علشان يفجروا الاسم؟ طبيعي ان لو اتقبض على اي حد فيهم يهدوا شوية، يكنوا في اي حتة لحد ما الموضوع ينام. دول رجعوا بعديها على طول. احنا لقينا العبوه تحت شباك الحجز. تفتكر كانوا عايزين يخلصوا من الواد وفيق ده؟ وارد. يبقى الواد ده عنده معلومات اكتر من اللي قالها. انا هقعد معاه. والواد ده بيته فين؟ هي دي اوضته. طيب انا هستأذنك اخش ابص بصة جوه. انا ابني بريء والله، ما عملش حاجه. هو دلوقتي بيتحقق معاه. لو بريء اكيد هيخرج. مين ده؟ لا ده انا ما اعرفوش، انا اول مره اشوفه، بس ده مدحت جارنا وصاحب وفيق من زمان. ممكن بقى تقولي لي مدحت ده اسمه ايه بالكامل؟ وساكن فين؟ هو عمل ايه هو كمان؟ يا ستي ما عملش حاجة. اللي في النص ده هو السبب في حبس ابنك. فلو وصلت له جايز ده يغير حاجة في القضية. لا انا هقول لك مدحت ساكن فين بالظبط. يا عمر، ايه الاخبار؟ في جديد؟ لسه يا فندم. طيب الواد مدحت وصل، هنزل اخده وش. شريف بيه، انا عايز احضر التحقيق. صورة قديمة قوي يا باشا. أنا معرفوش، هو كان صاحب وفيق. كان اسمه فؤاد باين. غريبة، مع إن المعلومة اللي عندي إن أنت وفؤاد أصحاب قوي. أقسم بجلال الله ما أعرفه. والله العظيم صاحب وفيق. هي كل الحكاية إن إحنا لعبنا مع بعض ماتش ولا ماتشين كورة وخلاص. ماتشين كورة؟ طب ما حلو قوي. بص يا ابني، اخلص وهات من الاخر وما تتعبنيش معاك وما تضيعش وقتي. تعرف ايه عن فؤاد؟
يلا انزلوا. نورت يا شيخ عثمان. خير يا فندم، عملت معاه ايه؟ مفيش، مشيته طبعا، ما لقيتش عليه حاجه غير صوره قديمه مع الواد. قوم انت افصل شويه كده عشان تعرف تكمل يومك. يلا. شريف بيه، دي الصادر والوارد بتاع تليفون الواد مدحت اللي حضرتك طلبتها مني. تمام. ماشي. بعد اذن سيادتك يا فندم، ممكن ابص بصه؟ اتفضل. خالد بيه، امورني يا باشا. الرقم الارضي ده بتاع ايه؟ ده رقم برنامج اذاعي، قناه شعبيه كده يعني عمر بيه، تستقبل تليفونات من المستمعين. شريف بيه، العيال دي بتتواصل عن طريق الراديو يا فندم. المكالمتين اللي عملهم الواد امبارح للبرنامج كانوا تقريبا زي دلوقتي. الواد ده لو معاهم وخرج استحالة هيكون عايز يرجع تاني، فأكيد هيحاول يتواصل معاهم. يا عمر، بس انت عارف في كام واحد بيتصلوا بالبرنامج ده كل يوم؟ ماشي يا فندم، بس على الأقل يعني نشوف اللي أنا بقوله دوت هيودينا لفين. الاتصال اللي معانا دلوقتي من ابو احمد صديق البرنامج من القاهره. اهلا بيك. اهلا بيك. قول لي بقى يا ابو احمد، انت بتكلمنا منين دلوقتي؟ من المعادي، رايح الشغل. ده صوت مدحت. زحمة أوي. الحقيقه الواحد لازم يهرب من الزحمه دي باي شكل عشان نلحق. طب يعني هتهرب من الزحمه تروح فين يا ابو احمد؟ يعني نروح سينا مثلا، نغير جو. انا متعود كل سنه بروح نفس المكان، فبفكر اسافر دلوقتي. طب وشغلك هتعمل فيه ايه؟ ولا اقول لك ما تاخدنا معاك احسن؟ لا معلش، انا هروح لوحدي بقى. بس انا شغال في شارع العريش في الجيزه، فانت فاهم الزحمه بقى. ربنا يسهل لك يا عم. الواد ده طالع على العريش دلوقتي يا فندم. الطريق يمشي وتوصل بالسلامه. تحب تسمع اغنيه ايه معانا؟ طب اقفل انت. مدحت جاي دلوقتي واحتمال يكون متراقب. طب هتعمل ايه؟ لازم اخلص منه. احنا قدامنا فرصه نجيب العيال دي كلها. هنعمل ايه يا فندم؟ هنتحرك على سينا حالا. هيتقابلوا على قهوه هناك، مفيش بينهم اي اتصال، هيوصل هيلاقي حد منهم، واحنا رجالتنا مأمنة الدنيا. تمام. هات المفتاح، انا اللي هسوق. هات. انت مدحت؟ اه.
عرفوا منك ايه؟ والله العظيم ما قلت حاجه. عرفوا منك ايه؟ والله ما قلت حاجه. انت كويس؟ المصحف ما قلت حاجه. يلا نلحق نمشي. اثبت على مكانك. اثبت. كانوا عايزين يخلصوا من مدحت. هو نفس الواد؟ غالبا كان هيقتله، بس الظاهر كده جات له كريزة كلى. فاكر السواق اللي شفناه في كاميرا البنك؟ قال لي انه وصله المستشفى قبل كده عشان يغسل كلى. لازم نشوف كل المستشفيات اللي بتغسل كلى هنا في العريش. نور معلش يا حبيبتي، انا بشتغل من اول ما جيت، مش عارف اكلمك. اول ما اخلص هكلمك على طول، خلي بالك من نفسك. عمر، هي مستشفى واحده بس اللي بتغسل كلى. روح انت بص عليها بص، وانا هطلع الشقه والسطح اللي حصل منهم التعامل. وازاي يتصرف من غير ما يسألني؟ ما هو حاول يكلمك يا شيخ، معرفش يوصل لك. في 2 ماتوا وواحد اتصاب، وفؤاد جات له كريزة كلى. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وراح فين؟ ادخل انت تطمني عليه لغايه ما نشوف الحسابات. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كان في عيان دخل هنا. بقول لك ايه؟ الواد ده ما شفتهوش في المستشفى النهارده. هو المفروض كان جاي عشان يغسل كده. لا ما شفتوش. انت مين؟ بوليس. طب لحظه واحده اشوف لحضرتك. اتفضلي. اثبت. اثبت. سيبهم يمشوا. سيبهم يمشوا. احنا محزمين المستشفى ب6 عبوات ناسفة. بمكالمة واحدة من التليفون ده هيتفجروا كلهم. كذاب. جرب. انا شخصيا ما عنديش مانع نموت كلنا هنا. سيبهم يمشوا. انت مشكلتك معايا انا. وبعد ما يمشوا هنمشي احنا كمان، ونبقى نصفي حساباتنا بعدين. المستشفى فيها 6 عبوات ناسفة، يعني انت لو موتني هتبقى يا دوبك لحقت عبوتين، هيبقى فاضل 4 هينفجروا بمجرد موتي من ناس تانية وسطينا هنا. طب انت ممكن تفجر ال6 كلهم اول ما تمشي، ايه اللي يضمن لي؟ كلمتي، اوعدك لو مشينا من هنا مفيش حاجة هتنفجر ويبقى لا ضرر ولا ضرار. ايه ذنبهم الغلابة والعيانين يموتوا منفجرين هنا؟ ترضاها؟ والنبي يا ابني، والنبي يا ابني سيبهم، والنبي احنا غلابه يا ابني، والنبي. انا مش خايف منك ياض، انا بس خايف على الغلابة اللي مالهمش ذنب. سيبهم. يلا توكلوا على الله. يلا، واول ما تبعدوا يبقوا كلموني على تليفون الاخ عشان نمشي احنا كمان. على فكرة هي ما خلصتش على كده. لا خلصت، ونصيحة مني سيبك مننا ودور على حد تاني غيرنا. ده انا ما بقاش ورايا غيركم. هتتعب، ويا ريت لو ما نتقابلش تاني. لا هنتقابل، بس لما اشوفك بقى اسميك ايه؟ الظافر. الظافر باذن الله. احنا تمام يا شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دخلي المستشفى واطلب لي المفرقعات بسرعه. العربية طلع متبلغ إنها مسروقة. العيال سابوها في نص الطريق ومشوا ومحدش عارف راحوا فين. يا ابني في إيه مالك؟ ما تفك بقى. اللي أنت عملته ده هو الصح. ما كانش ينفع تعرض حياة الناس دي كلها للخطر عشان العند. أنا عارف إنك متضايق إن ما طلعش فيه عبوات. بس افرض كان فيه فعلا. عارف كان إيه اللي هيحصل ساعتها؟ يا عمر افهم. حياة الناس عندنا تفرق كتير. وهو ده الفرق اللي بيننا وبينهم. ما تقلقش. هيروحوا فين يعني؟ هيقعوا وانت اللي هتقبض عليهم. بعد اذن سيادتك يا فندم انا محتاج اشم شويه هوا. ماشي. اعمل اللي يريحك. انا هنزل اخد الواد مدحت ده وش عشان ما يبردش. بس لما تخلص وتفوق كده عدي عليا. حاضر. على اذنك. خلي بالك من نفسك. وفيق يعرفنا احنا الاتنين، وعشان كده انت بعتني فجر الاسم. متضايق ليه بقى ان عملت كده في مدحت وهو يعرفني كويس؟ عشان اكيد كنت هلاقي فكرة احسن منك. دلوقتي ايه اللي حصل؟ 3 اتقبض عليهم بدل 1، ووشي ووشك بقوا معروفين للظباط. انت كويس ان ما اتمسكناش كلنا، وكانت كل حاجة خلصت قبل ما تبتدي. حرام عليك يا شيخ، يعني انت بتقطمه وهو عيان؟ هي ايه حكاية حرام عليك؟ ما تلم مراتك يا فؤاد. ادخلي جوه. انت قاعده ليه معانا اساسا؟ يلا خشي جوه. معلش يا شيخ، انت عارف العرق الصعيدي اللي عندها ده بيوقعنا في مشاكل. لم حريمك يا فؤاد وبلاش دلع مرق. انت لازم ترجع مصر. ازاي؟ ازاي دي سيبنا افكر فيها. ومدحت بتاعك ده والظابط اللي شافني لازم نشوف لهم صرفة. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم اني اعوذ بك من الأذلة وذل وضل واجعل علي يا رب العالمين. امين. اللهم امين. اللهم امين. يعني يرضيك اكل كيلو فسيخ لوحدي؟ معلش يا نور غصب عني والله. بس يعني هو عامة مش لازم تاكليه كله لوحدك. شكلك بترمي ان انا تخنت. على فكره انا هعمل دايت من بكره. ربنا يقويك يا حبيبي. حبيبي انت كويس؟ انا كويس يا نور الحمد لله مفيش حاجة. انا بس مرهق شويتين. ادعي لي انت بس يا حبيبي. معلش انا لازم اقوم دلوقتي علشان افوق، علشان عندي يوم طويل ورخم. بقول لك ايه، ما تجيب لي ملوحه من عندك بيقولوا عليها حلوه قوي. ولو عندك وقت عايزه كيلو او 2 كلامنتينا. ايه الكلامنتينا دي؟ دي فاكهه شفتها على الانترنت، شكلها حلو قوي. هات لي كيلو او 2، لو حلوين ناكلهم، لو مش حلوين اهو ما تدخلش على مامتك بايدك فاضيه. حاضر يا ناصحة حاضر. المهم انت بس يا نور خدي بالك من نفسك، انت ويوسف ها، وما تقعديش في البيت كتير كمان. كلمي اي حد من صحباتك يعدوا عليكي يقعدوا معاكي، خرجي معاهم، اعملي اي حاجه يعني. طب هكلمك بعدين، سلام. يلا عمر بيه اتأخرنا على الناس. ناس مين؟ يلا وهبقى افهمك في الطريق. معلش مين سيادتك؟ انا المقدم محمد السحيلي. اهلا وسهلا يا فندم. يلا بقى وبحقق معايا في الطريق. حاضر حاضر حالا يا فندم حالا حالا. اتفضل. اتفضل عمر بيه. اللهم صل على النبي. الف صلاة عليك يا نبي. فسيخ ورنجة وبصل على الصبح كده؟ صبح ايه بس يا باشا، احنا صاحيين من 8 الصبح، الدور الباقي على صحي العصر. هو انا يعني صحي العصر بمزاجي؟ ما انا نايم الصبح يا باشا. الله يعينك عمر بيه. امال شريف بيه فين؟ كلهم جايين دلوقتي. يا صباح الفل. صباح الهنا والسرور. العقيد شريف مناع. اهلا وسهلا يا فندم، الرائد عمر الامام. اهلا وسهلا، منور. ربنا يخليك يا باشا. صباح الفل. ازيك يا شريف يا بيه؟ باشا. اتفضل يا فندم. اوعى تكون ما بتاخدش فسيخ. عموما براحتك، انا عامل حسابي وجايب زياده في الملوحه. يا باشا الف هنا وشفا. يعني انا مستنيكوا كل ده وتبتدوا من غيري؟
حقكم عليا يا جماعه، والله انا اسف، معلش عندي انا دي. انا لو اعرف ان الموضوع كده كنت طبقته وجيت من بدري والله. ولا يهمك. ازاي بس يا باشا، ده انت منورنا. اخوك احمد جمال. اهلا يا احمد بيه. وانا عمرو شكري، معاك في اي حاجه يا باشا. اهلا يا عمرو بيه. اهلا بيك يا باشا. لا مؤاخذه يا جماعه. الو. ايه همت؟ لا استنوني، انا هاجي اتغدى معاكم. وايه كمان؟ طب بص بقول لك ايه، ابعتوا لي كل اللي انتوا عايزينه على رساله. ممكن انسى حاجه. ماشي يا حبيبتي، مع السلامه. لا مؤاخذه رجاله. هو انت بعد كل دوت مش هتاكل معانا ولا ايه؟ لا مش هقدر، انا هروح اكل مع مراتي والبنات. هي مراتك عايشه معاك هنا؟ انا ما اقدرش اعيش من غيرها. على فكره انا باخدها معايا في كل حته، ومعايا بنتين زي القمر، جميله وجنى. ربنا يخليهم لك يا رب. لا ونفسها يا باشا في الاكل ما اقولكش جبار. اصل كلنا يا باشا متجوزين ومخلفين وسايبين اهلنا وقاعدين مع بعض كلنا هنا، وهي الصراحه ما بتاثرش. اي حد نفسه ياكل اي حاجه بتعملها له. ربنا يخليها لك يا محمد بيه. ربنا يبارك لك. وانت كمان متجوز ومخلف؟ انت شكلك صغير على الشقه ده يا عمرو بيه. يا باشا انا عندي مليكه واسماء يا باشا، ربنا يخليهم. الله اكبر، امين يا رب. هم اتجوزوا بدري، انما انا عريس جديد. طب اقول لك على حاجه، انا مستني ولد جاي في السكه، فاكر اسميه احمد، عشان لو حصل لي حاجه ابقى لسه موجود احمد عادي برضه. يا باشا ما تقولش كده، ربنا يخليك ليه يا رب. تسلم لي يا حبيبي. امال شريف بيه ايه النظام؟ انا يا سيدي الحمد لله عندي بنتين وولد، مريم وهاني ولبنى. انت بقى احكي لنا عن نفسك شويه، عمال تسالنا كلنا. لا انا لسه على قدي، عندي يوسف ما كملش سنه. ربنا يخليه لك حبيبي. طب ايه يا جماعه، هنتكلم كتير ما ناكل. يلا يا باشا، عندك حاجه؟ طب بقى اسيبكم انتوا تاكلوا بقى، واروح اعمل حاجه في المكتب واتكل على الله عشان الحق الغدا. يا عم خد لقمه طيب. تسلم لي. الف انا وشيفها مقدما. الحمد لله يا محمد بيه. مع السلامه يا حبيبي. يلا يا رجاله. اتفضل يا باشا. بسم الله. بسم الله. بس ايه رايك في الفسيخ؟ تحفه. القصر بقى عليه ليمون لازم. البطايه دي لقيناها في شقه العيال اللي كانوا بيضربوا منها نار. دي مزوره يا فندم. انا عارف انها مزوره. انا عايز اشتغل على الصور اللي في البطايق دي. جايز توصلنا للعيال. ولا واحد فيهم الظافر؟ ولا واحد. طب والواد اللي اسمه مدحت ده اخباره ايه؟ ما نطقش بكلمه. واضح انه مصدوم من ساعه ما حاولوا يقتلوه. انا عايز اقعد مع الواد ده يا فندم. وماله؟ انتوا صحاب من زمان بقى يا مدحت؟ واضح ان هو كان خايف لحسن تتكلم عليه، بدليل ان هو كان عايز يقتلك في عز الدور. طب ده واحد رفع السلاح في وشك عشان يقتلك، بس انا شاري لحد دلوقتي. انت بقى عايز تحميه ليه؟ ولا خايف من الظافر ياض؟ وهو في حاجه تخوف يا ابني اكتر من اللي انت فيه ده؟ ده انت عمرك كله هيضيع في السجن خلاص، عشان خاطر شويه ناس كانوا عايزين يخلصوا منك. ريح نفسك يا باشا، انا ما اعرفش حاجه وما عملتش حاجه. طب ما تعمل. شوف يا مدحت، انا مش هوجع دماغك كتير بكلام ممكن تسمعه الفتره اللي جايه من كل الظباط اللي هيقعدوا معاك. انا كل اللي عايزه منك حاجتين. مين هو الظافر؟ وناوي على ايه؟ ما اعرفش هو مين ولا ناوي على ايه. اللي اعرفه انه هينفذ كل اللي مخطط له، وان ربنا معاه، واني بايعته في طريق الجهاد، وان سكوتي دلوقتي كمان جهاد، وانا مش هرجع عن الطريق اللي مشيت فيه يا باشا. فريح نفسك، لا انا ولا توفيق ولا حد هيقول حاجه عن الظافر مهما اتعمل فيه، عشان دي كانت المبايعه.
خد الواد على الحجز بسرعه. ايه اللي بيحصل يا فندم؟ عربيه بتحاول تقتحم الاسم.